عمرك سألت نفسك يا صديقي، هل احنا بس كده لوحدنا اللي عايشين في امان، ولا فيه ظلال ماشية في وسطنا وبيتنفسوا نفس الهوا اللي احنا بنتنفسه، بس شايلين جوه قلوبهم سواد كفيل ان هو يحرق بلد بحالها؟ في الفيديو ده احنا مش بنحكي قصة ارهابي عادي، احنا بنفتح ملف الظل اللي طارد احلام المصريين سنين طويلة. علي عبد الونيس. عاوزك تتخيل معايا كده يا صديقي وانت نايم في بيتك في امان، وحد تاني غيرك قاعد في اوضه ضلمه في دوله تانيه غير اللي انت فيها، وهو قاعد في مكانه بيبص على صوره طياره في السماء. ودي مش اي طياره، دي الطياره الرئاسيه، طياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان بيخطط ازاي يحولها لكتله نار في لحظه. ده مش خيال مؤلف، ولا ده سكريبت ولا سيناريو الفيلم، ده كله كان واقع بيتحضر في معسكرات الموت اللي اسسها مع شياطين زيه تحت اسم المرابطون. علي ما كانش مجرد اسم في كشوف المطلوبين، ده كان مهندس ومؤسس الخراء. هو اللي كان بيحرك الخيوط من بعيد، وهو برضو اللي كان بيبعت سيارات الموت. وده عشان ايه؟ عشان تنفجر قدام معهد الاورام. انت متخيل مكان الناس بتروح فيه عشان تتعالج من الوجع، وهو في نفس الوقت يقرر ينهي وجعهم بحاجة اكبر من اللي هم فيه، بانفجار هز جدران القصر العيني ووجع قلوبنا كلنا. فاكرين كمين العجيزي؟ وفاكرين الشهيد ماجد عبد الرازق والعميد عادل رجائي اللي اغتالوه قدام بيته؟ كل ده ما كانتش مجرد عمليات، دي كانت رسائل دم بتتبعت لينا بالبطيء، وكنا بناخد الصدمة الأولى من هنا ما بنلحقش، وبنلاقي الصدمة التانية جاية وراها. علي عبد الونيس كان بيمضي على الرسائل دي بدم بارد، وللأسف كان فاكر إن المسافات والحدود هتحميه، وإنه هيفضل شبح ما بيتمسكش. بس الحقيقة إن الظل مهما طال لازم يجي عليه وقت ويتحوط عليه. في 2026 وفي لحظة ما كانش يتوقعها، الظل وقع في الفخ. الأجهزة الأمنية جابته من قلب أفريقيا. الشبح اللي كان بيخوف الناس ظهر في الكاميرات وهو بيعيط. مش عايزك تستغرب، هو بالفعل كان بيعيط زي الطفل اللي تاه من أهله. علي عبد الونيس مصيره حاليا ورا القضبان، بس السؤال الأهم، يا ترى فاضل كام ظل وراه؟ ويا ترى هنمسكهم امتى؟ خليكم دايما صحيين، لأن الحقيقة أحيانا بتكون أرعب من الخيال. وآخرا، أنا أحمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.